وقد يثير البعض شبهة، يقول كيف يروي أبو هريرة نصف السنة النبوية وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة، يعني لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات تقريبا، فروى أكثر من أبي بكر الذي لبث مع النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وأكثر من عمر وأكثر من عثمان وعلي. كيف يروي أبو هريرة هذه الأحاديث كلها؟ فالجواب عن ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أولا تفرغ تفرغا تاما لسماع الحديث فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس بعد الفجر في المسجد فيخرج فلان إلى مزرعته ويخرج الآخر إلى غنمه ويخرج الثالث إلى دكانه، أبو هريرة ما كان يخرج، يأتي يجلس يسمع، فيدخل رجل ويسأل سؤال يحفظه أبو هريرة، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيحفظه أبو هريرة. كان في هذه ال4 سنوات يأخذ الحديث بتركيز شديد، فإذا كان السابقون خلال 20 سنة الذين قبله يحفظون في الأسبوع 3 أحاديث، هو يحفظ في اليوم الواحد 40 أو 50 حديثا، فعوض ما سبق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن أبا هريرة كان يحفظ الأحاديث أيضا عن الصحابة، فيذكر حديثا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى معركة بدر، مع أن أبا هريرة لم يحضرها أصلا، لكنه رضي الله تعالى عنه سمعها من الصحابة فرواها. سمع أشياء وقعت في معركة أحد في الخندق وحدث بها، لم يسمعها ولم يشهدها بعينه، لكنه سمعها من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من بقية الصحابة رضي الله عنهم، ثم رواها رضي الله عنه. الأمر الثالث أن أبا هريرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ للتحديث فقط، جالس في المسجد فيأتي إليه الطلاب من كل مكان فيحدثهم بما يحفظ من أحاديث، لكنهم لو جاءوا لأجل أن يسمعوها من أبي بكر رضي الله عنه لوجدوه مشغولا بالخلافة، جاءوا في عهد عمر ليسمعوا منه وجدوه مشغولا، أقبلوا إلى علي إلى عثمان رضي الله عنهما، أقبلوا إلى غيرهم، يكون الصحابة مشغولين، لكن أبا هريرة كان متفرغا فقط للتحديث فقط، وبالتالي صار ما يحدث به من أحاديث وما ينقل منه وما يسمعه من أحاديث لا يموت في ذاكرته بل يخرج. لكن ربما أن بعض الصحابة سمع أحاديث ثم ربما لم تنقل عنه لأنه انشغل عن روايتها، لكن أبا هريرة تفرغ لذلك.